عارف لما تشتري جزمة براند وتتفاجئ إن في واحدة زيها بالظبط ومش مكملة حتى ربع التمن؟ تخيل لو دخلت مول شعبي وشفت شنطة أنت جايبها ب10,000 موجودة هناك ب300 بس. خليني أقول لك إن في عالم تاني اسمه الهاي كوبي، نفس الشكل بس مش نفس التمن ولا نفس الجودة. تفتكر إن التقليد ده بيبوظ السوق ولا بيخدم ناس في الأصل ملهاش مكان جواه؟ انت عارف ان صناعة الهاي كوبي دي ممكن تكسب اكتر من الاصل بكتير؟ لو مش مصدقني تعال نسأل السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى اسماعيل. تعالوا نشوف الصين. الناس زمان كانت بتقول هذا منتج صيني يعني هيبوظ بسرعة، بس اللي معرفوش الناس النهاردة الصين عندها خط انتاج لكل البراند العالمي، وفي الجانب الموازي خط تاني برضه في الصين بيقلد نفس البراند ده. يبقى كده الصين عندها الاتنين، الاصلي والتقليد. يعني التليفون الاصلي اللي انت ماسكه ممكن يكون اتصنع في نفس المصنع اللي اتعمل فيه الهاي كوبي بتاعه. الفرق يا عزيزي جودة وتفاصيل وسعر وضمان. اما بالنسبة للهاي كوبي السر مش في المنتج، السر في شريحة كبيرة من المستخدمين والجمهور اللي هي قررت انها تشتري التقليد. في مصانع كتير جدا بتشتغل في الظل وبتقلد ماركات عالمية، موبايلات، شاشات، ساعات، ملابس، حتى لبن الأطفال. خليني أقول لك إن لعبة التقليد مش دايما فيها نصب، بس في تقليد فعليا بيخدم. لما تكون شاب في العشرينات وعاوز تلبس براند شيك أو تمسك موبايل كويس بس دخلك لا يسمح، الهاي كوبي بالنسبة لك هنا تكيف مع أوضاعك. يعني أكيد بالنسبة لك حل. بلد زي فيتنام والصين وتايلاند فهموا المبدأ ده كويس فبدأوا يقلدوا باحتراف نفس الشكل والجودة أقل شوية، وفي نفس الوقت يخلي الزبون يحس إنه اشترى شيء له قيمة. وأنا هنا بتكلم عن الهاي كوبي نمبر 1 واللي بيسموه فيرست كوبي. وهنا خليني أقول لك حتى الهاي كوبي بقى ليه درجات وتصنيفات. وهنا بقى السؤال، هل الهاي كوبي بيأثر على الشركة والبراند الأصلي؟ أكيد طبعا أحيانا بيأثر، وفي بلاد كتير توصل للدرجة أو النسبة أكتر من 50% عندهم تقليد، وملايين من المنتجات في الأسواق الشعبية ملفوفة وموجودة بشكل يخدعك. السؤال هنا، الناس بقى بتساهم في المشكلة دي لما بتشتري الهاي كوبي، ولا دي طريقة نقدر نتغلب بيها على ظروفنا لما تكون الظروف ما تسمحش؟ وخليني أقول لك برضو إن في صناعات كبيرة بدأت في الأول على التقليد. سامسونج على سبيل المثال بدأت في البداية بتقلد أبل، وهواوي بدأت تستنسخ سوفت زيه وزي الأمريكاني بالظبط. لكن بعد كده فهموا اللعبة وبدأوا يبتكروا بنفسهم. الهاي كوبي مش بس منتج، ده بقى كمان ثقافة إزاي تاخد الشكل من غير قيمته. بس السؤال اللي لازم تسأله لنفسك كمستهلك، هل الهاي كوبي اللي أنا بشتريه بيحترم احتياجاتي كمنتج ولا مجرد نفس الشكل وخلاص وبقيمة أقل؟ في نهاية الحلقة دي أنت شايف إن الهاي كوبي حل ولا خطر على الصناعة والاقتصاد؟ وهل صدفت معاك قبل كده إنك تشتري حاجة أصلي وطلعت تقليد؟ منتظر أسمع إجاباتكم، وما ننساش دايما نسأل السوق. السوق بيقول ايه. لو عايز وش القفص وخايف تشتري سمك في ميه، يبقى لازم تبص للأمور من زاوية أوسع. وتقرأ وتابع وتفهم كل اللي حواليك، ولو عايز كل ده في حتة واحدة، يلا بينا نسأل السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى اسماعيل.